بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا في شويه جديده من شوات شمس. كنتمنى تكونوا في احسن حال نتوما كتشاهدوا لا فيديو اليوم. واليوم ان شاء الله غنقترح عليكم وصفه سريعه كيفاش نحتفظوا بالزيتون من بعد ما كيحلى، طريقه اللي نحطوه هكا في الفطور اولا كمرافقه كيجي لذيذ بزاف، وكذلك كنتحصلوا على الزيت اللي كتكون منسمه اللي ممكن اننا نستخدموها في مملحات وفي اشياء اخرى اللي غنذكرها لكم في لا فيديو. فبلا ما نطول عليكم ما تنسونيش من تشجيعاتكم مباشره المكونات وطريقه التحضير. فاول حاجه غنحتاجوها هي قنينه اولا قرعه اللي من الاحسن تكون ديال الزج، اللي اما غسلوها بما طيب اولا عقموها كيبقى على حسب الرغبه، تكون ناشفه مزيان. كنحتاجو بالنسبه للمنسمات ضريسات ديال الثومه اللي كنكونوا تقبناهم بطبيعه الحال، كنحتاجو السودانيه، ورقات ديال الرند اولا سيدنا موسى، وعندي عريشات ديال الازير، وكذلك كنحتاجو شويه ديال الزعتر. هادو هما المنسمات اللي غنستعمل، وبالنسبه للكميه ديالهم كتبقى على حسب القرعه اللي غتستعملي قداش. الا كنتي غتستعملي قرعه غير صغيره فغتستعملي كل حاجه منها غير شويه، يعني ضريس ولا جوج ديال الثومه، وهكا في كل المقادير. انا هنا كما كتشوفوا معايا غنستعمل قنينه عفوا اللي هي كبيره، لان صراحه هذا الزيتون هذا كيبقى زوين، وحتى يعني هو كيبدا يتكال، حتى الزويته ديالو ممكن انها تتكال يعني عاديه، او لا هكا كنستعملها في بزاف ديال الحويجات، يعني حتى حاجه فيه ما كتضيع. اول حاجه كنعمل في هذيك القريعه هي داك العريشات ديال اليازير، كنعملوا ضريسات ديال الثومه ورقات الرند كذلك السودانيه وشويه ديال الزعتر على هذا الشكل. هادشي كنعملوه في القعر، يعني هو اول حاجه. من بعد فكنجيبو كما غتلاحظوا معايا الزيتون من بعد ما حلا، يعني عملت ليه الطريقه اللي كنت عملت معكم في الفيديو السابق اللي بزاف الاخوات عجباتهم، يعني بصحتكم وراحتكم. بعد ما كيحلى شوفوا اللون ديالو، يعني كيولي غزال، تيولي هكا داخلو الطيب حتى لداخل، ما فيه لا مروره لا حتى شي حاجه، لذيذ وحلو، يعني ما يعني طريقه اللي سهله بزاف. كناخذوا كميه على حسب يعني على حسب القنينه ولا القرعه اللي استعملتي. كنصفيوه مزيان، فصفيوه مزيان من الماء. انا هنا راه يعني صفيته، ولكن يعني راه كيكون هو اصلا شارب شويه الماء، معليش. المهم انكم تصفيوه مزيان من داك الماء اللي كنعملوه فيه على هذا الشكل هذا. وكنعمر هذيك القنينه كامله، انا كنعمر فيها كما شفتوا، يعني كنعمرها كامله، وكنبقى كنضيفوا داك اليازير ودوك المنسمات اللي ذكرت لكم على هذا الشكل هذا. كنقطعوا كنبداو نضيفوا في الجوانب وفي كل شيء، وديك الثومه يعني تكوها هكا باش كتعطي اللذه ديال الثوم فيه. فعلى هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. فإلا كان عندكم من الأحسن المكونات كاملة تكون مجففة ماشي مشكل، ما كانش فاستعملوا الحوايج طريه ما حتى هي راه ما كاين حتى شي يعني اشكال. فهنا كما كتلاحظوا معايا كنبقى نضيف هذوك المنسمات بنفس الطريقه، كنوضعوا كميه ديال الزيتون وكنعاودوا نضيفوا المنسمات وهكذا حتى كنكملوا ديك القرعه، يعني كنعمروها بالزيتون. علاش كنعمروا القرعه بالزيتون مزيان؟ باش ما كتاخذ ليناش كميه الزيتون بزاف، لان الا شفتوا القرعه راها كبيره، ولكن في نفس الوقت راه ما كنحتاجوش كميه الزيت اللي هي بزاف، لان كنكونوا اصلا معمرينها مزيان بالزيتون. فعلى هذا الشكل هذا اللي كتلاحظوا معايا كنبقى نضيف. وبالمناسبه في الطريقه اللي كنت قلت لكم في الفيديو السابق ديال الا لقيتوا الزيتون عندكم شريتوه لقيتوه هكا مكمش، فما تلوحوش ولا ما تسيبوش، ما عليكم الا هكا تغسلوه مزيان بعد ما كتنقيوه، وكتعملوه في بانيو تعمروا عليه الماء وتخليوه ديك الليله كامله. من بعد ليله راه كيبان لكم الزيتونه اللي بانت مكمشه ولا ما زويناش راه كتنفخ وكتولي هي هذيك. فهاد الفكره عجبت بزاف الاخوات وكيسولوني عليها بزاف التعاليق اللي شافوا الاخوات الاخرين كيشكروني الله يخطيكم كاملين، فعاود ذكرت عليكم هنا في هاد لا فيديو. فهانتوما كما كتشوفوا من بعد ما كنعمر على داك الزيتون زيت الزيتون هكا كما كتشوفوا صافي، كنحاول انني نضغط عليه هكا كاملين، وراه ممكن حتى تستعملوا ملعقه خشبيه. فانا صراحه يعني في الاول قبل ما نسدل على زيت ولا والو كنخدم عادي، ولكن من بعد راه كنبدا نخدم غير بملعقه خشبيه، يعني ما تستعملوش ملعقه هكا ديال لينوكس ولا اللي كان، اما ملعقه خشبيه، فهكا كتحافظ على اللذه وحتى على المده اللي يصبر لينا فيها الزيتون. فهنا كنسد على هاد الزيتون ديالنا، ومن الاحسن هنا انا عندي هادو فيه ثقب، فكنعمل بلاستيك غذائي هو الاول اولا سولوفان، عاد كنسد داك الغطاء ديال القرعه ديالنا
وكنخليه يعني من الغد كنبدا نستعمل الزيتون. يعني كيكون مشرب ديك الزويته هكا كيتحط على هذا الشكل الفطور، اولا نزينو به لي بيتزا، ولا نستعملوه في المملحات، ولا يعني كيف ما بغينا. وداك الزيت كذلك كنعملها هكا في العجينات المملحات وبزاف د الحوايج ممكن تكلا غير هكاك. راه ديلا داك الزيتون طلق الماء راه كيحت لتحت، كيبقى داك الماء لتحت، وديك الزويته والزيتون كيطلعوا للفوق، يعني ما كيخسر من حتى شي حاجه. فصراحه كتجي لذيذه بزاف وسهله، ما عليكم الا تجربوها. كنشكركم دائما على حسن المتابعه على لي خطيكم، وكنتمنى الفيديو يعجبكم الاخوات اللي طلبوا هذه الطريقه هذه ديال الزيتون. فبصحتكم وراحتكم ما بقى لي الا نقول لكم كانت معكم ام شمس، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت اليه انيب.